ما يحدث من على الساحة الرياضية وخصوصًا في قناة نادي الزمالك من تصدير المشاكل، وإن رئيس نادي الزمالك مرتضى يطلع يتكلم ويقول أنا في الناس الدولة حاجزة عليّا، ويطلع يهاجم الخطيب، ويطلع يهاجم محمد سراج الدين، ويطلع يقول لك أنا العمال أنا اللي ماسكهم، وأنا اللي مش عايزهم ينزلوا الشارع. يعني أنت عايز تولّع في بلد عشان تثبت وتحافظ على الكرسي، وترجع تقول أنا مش عايز أنزّلهم الشارع، وفي الآخر تجيب فيديو وأنت بتدّي مرتبات للموظفين وللعمال عشان يبان إن أنت البطل المغوار. يعني فيديو فاهم، تحس أقسم بالله ولا فيه أي حاجة من عزة النفس والكرامة، ما فيهوش أي حاجة من عزة النفس والكرامة. يعني أنت تطلع في حلقة قبلها تقول لك أنا ماسك العمال إن هم ينزلوا الشارع، وجاي تقول كده. طب ما هم باقي لهم شهرين أنت بتقول هو محجوز على فلوسهم، ليه ما طلعتش قُلت كده غير في الأسبوع ده بالذات؟ والّا عشان بتهدد وبتقول أنا قدّمت قواضي واتحكم لممدوح عباس، وتشكك في القضاء، وتشكك في نزاهة القضاء، وتشكك في صندوق تحيا مصر، وتشكك في محمود الخطيب، وقاعد تشتم على قناة رياضية. المفروض الغرض من القناة الرياضية هي أخبار كرة، أخبار كرة قدم، أخبار كرة سلة، أخبار كرة طايرة، أخبار إصابات لاعبين. لكن أطلع أقول الكلام ده ونصور ونجيب قناة الزمالك ويخشوا النادي والناس قاعدة تسقّف، طبعًا إحنا عارفين إزاي لمرتضى منصور إن هو الحامي وإن هو كل ده عشان كرسي، وتولّع في بلدك وتثير الفتنة في بلدك من أجل بس تحافظ على الكرسي. ويطلع في فيديو شهير يقول لك أنا بعد هاجتمع مع وزير الداخلية ومع وزير العدل ويعمل كده بصباعه، وهاجتمع مع عضو من المخابرات، وهاجتمع مع رئيس الوزرا، وهاجتمع مع وزير الشباب إيه يا عم؟ أنت هتعلن الحرب؟ إيه يا عم ده كله؟ ليه؟ ليه ده كل ده ليه على قناة رياضية بيتذاع الكلام ده ويتقال الكلام ده ليه؟ كل ده عشان كرسي؟ عشان تعرف تحافظ على كرسيك وتولّع الدنيا وتطلع تشتم. طب أنت عندك مشاكل تطلع تشتم في الخطيب ليه؟ وتغلط في الخطيب ليه؟ وتغلط في الناس ليه؟ ما تحل مشاكلك يا عم. وبعدين أنت ليه بتشكك في القضاء بتاعك؟ ليه بتشكك في القضاء في أسبوع كل أعداء الخارج قاعدين يهجموا على بلدك ويثيروا الفتنة ضد بلدك، وأنت جاي تتمحّك عشان محجوز على أرصدتك، يعني أرصدة نادي الزمالك يا ريته أرصدتك، وتقول العمال كانوا هينزلوا وأنا اللي مسكتهم؟ هي دي كورة يا جماعة، هي دي كورة؟ يعمل فتنة في البلد ويا ريته هو لوحده، ده هو وهاعرّفكم بعد كده دلوقتي هو والناس هزازين الرؤوس اللي قاعدين معاه. هي دي كورة يعني؟ هي دي رياضة؟ دي الروح الرياضية؟ وشتيمة وقلة أدب وطولة لسان وتنزيل من الناس. إيه ده؟ أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أنا بييجي لي أوقات أقرف، يجيني قرف إن أنا أتفرّج على الدوري المصري والّا على الكورة المصرية والّا على الرياضة في مصر. إيه ده؟ يعني حاجة أقسم بالله تقرف. دي حاجة. كمان باقول لك في فيديو على الصفحة الرسمية لقناة نادي الزمالك، خُش الصفحة الرسمية لقناة نادي الزمالك، القناة بتاعة الزمالك، خُش استوديو بيقول لك أنا ليّا اجتماع، مرتضى منصور قاعد كده أنا ليّا اجتماع مع وزير العدل ورئيس الوزرا ووزير الرياضة وعضو من الاستخبارات وعضو من الاستخبارات ووزير الشباب والرياضة وإيه يا عم ومسؤول إيه يا عم؟ هتعلن الحرب عشان الأرصدة. يعني أنت عشان الأرصدة المحجوز عليها. أولًا الأرصدة المحجوز عليها دي محجوز عليها بحكم قضائي. يعني أرصدة محجوز عليها دي بحكم قضائي، محجوز عليها بحكم قضائي. فمعنى إنك تطلع أصلًا تتكلم في الموضوع ده، معنى كده إنك تشكك في القضاء، وأنت شاغلنا أنا مستشار، أنا مستشار، أنا مستشار، فأنت طالع بتشكك في القضاء. يعني أنت عايز إيه يعني؟ أنت بتخوّف الناس يعني؟ والناس دول أصلًا اللي أنت قُلت عليهم وزير العدل ورئيس الوزرا هم منك براء. ولا حد قال لك هيقعد معاه ومش هيقعد يعني أنت عايز تخلّي وزير العدل يغيّر حكم القاضي يعني؟ يحكم ضد محمود عباس يعني إن هو ما لهوش فلوس يعني؟ وطلعت قبل كده في قناة نادي الزمالك قعدت تقول وأنا قدّمت للقاضي مليون ورقة تثبت إن ممدوح عباس ما لوش فلوس. يعني قصدك إن القاضي يعني حكم، ما أنت قصدك كده ما فيش قصد تاني، أنت قصدك يعني إن القاضي حكم بغير الحقيقة. ما هو ده اللي أنت قُلته في قناتك، ما ده اللي أنت قُلته في قناة نادي الزمالك، هو ده اللي أنت قُلته. أنت ما قُلتش إيه، قُلت غير كده. يعني أنت إيه بتهدد يعني الناس؟ أنت لمّا تقعد مع الناس دي كلّها يعني هتخلّيهم يغيّروا حكم القضاء؟ أكيد مش هيحصل يعني. إيه سبب أنا عايز حد يجاوبني ما هو سبب تصديره دايمًا للناس إن هو في ناس معاه وإن هو وبيقول قدّمت وقبل كده قال قدّمت مش عارف 100 بلاغ ضد الخطيب ولا بلاغ فيهم كلّهم اتحفظوا.
يعني ما هو كلّهم اتحفظوا عشان الراجل ساكت، ما غلطش فيك أصلًا ولا جاب سيرتك. وبعدين أنت هو يا جماعة أنا عايز أفهم، هو المصالحة بالعافية؟ يا عم هو مش عايز يصالحك يا عم، ما أنت غلطت في سلسبيل جايبين اللي جايبين أهله كلّهم، هو مش عايز يصالحك، وهو يعني يا يصالحك يا تولّع في البلد أنت وزمرتك على قناة نادي الزمالك، يعني أنا مش فاهم إيه الحكمة، يعني هو مش عايز يصالحه.